رسميا اكتمال المربع الذهبي لكأس العالم للأندية بشكله الجديد، ومعاه تكون آخر بطولات 2025 وينتهي الموسم الكروي ويبدأ كل فريق يحضر للموسم الجاي، ونبدأ احنا كمان نخطط لكم لحاجات كتير جاية استنوها إن شاء الله تعجبكم. أهم حاجة دعمكم، تفضلوا متابعينا، خليك فاكر إن كله في الآخر في الكليتش. نروح لاول فريق تاهل للمربع الذهبي وهو فريق فلومينينز البرازيلي. هو اكتر فريق قدم اداء واقعي ورجولي وتلاحمي في الملعب، قدم اكتر اداء جماعي شفناه. فريق بيلعب كوحده واحده. الفريق ده ما عندوش قدرات فنيه كبيره، ما عندوش مهارات فرديه، وزي ما قال كابتن الفريق تياجو سيلفا اللي احنا الفروقات بيننا وبين الفرق اللي عملناها كانت كبيره، هم اعلى فنيا بس احنا قدرنا نتغلب على ده بايه؟ باللي احنا لعبنا كعيله واحده، حاربنا من اجل هدف واحد، وهي دي كره القدم، لعبه جماعيه تلعب للفريق، نلعب ككل. لكن اي واحد يلعب فردي او يلعب لنفسه ما اظنش انه يقدر يكسب او يقدر يعدي او يحقق انجاز. القدرات الفنيه ممكن تكسبك ماتش اتنين تجيب بيها هدف، لكن انك تحقق بيها بطوله او توصل لمكان بعيد في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه ما اظنش. كره القدم جماعيه. فريق فلومينينز البرازيلي فريق كبير في السن، اقل واحد 30 29. شفنا ازاي مكمل، وصل لنصف نهائي كاس العالم للانديه المربع الذهبي، طلع انتر ميلان وصيف دوري ابطال اوروبا، قدر يكسب الهلال بعد ما كسب مانشستر سيتي. فلومينينز البرازيلي يستحق انه يكون موجود في المربع الذهبي بعد ما هو اكبر الجميع ان هو يحترمه بالاداء اللي شفناه. فريق بعد مثلا بيقدر يجيب هدف ويقدر يدافع وكوحده كامله، يعني صعب انك تخترقهم، صعب انك تسجل. كلهم بيلعبوا فعلا زي ما قال تياجو عيله واحده. في فريق فعلا جاي يدافع كانه بيدافع على شرفه، مش هتجيب جون يعني مش هتجيب جول، الجون بيجي فيهم مش بسهوله. عشان كده انا شايف تشيلسي هيواجه فريق صعب قوي في سيمي فاينل. ونروح لتاني فريق صعد وهو تشيلسي الانجليزي. تشيلسي فريق كبير وليه تاريخ، بس انا مش شايف ان هو قدم اداء عالي قوي في كاس العالم للانديه السنه دي، بالذات في دور المجموعات. في دور ال 16 ودور الثمانيه اداؤه بيتحسن، بنشوف اداء احسن من الماتش اللي قبله. بس برضه انا شايف ان تشيلسي حظها كان حلو جدا في كاس العالم للانديه، يعني صعد الثاني في دور المجموعات، في المجموعات بتاعتها ده خدمها جدا. لعبت بنفيكا ودور ال 16 وادي تتغلب في الاكسترا تايم، وبعد الطرد الماتش اتفتح ليهم قوي وجابوا الثالث والرابع بعد الهدف الثاني. وكذا برضه قدام بالميراس، يعني الماتش كان 1-1 لغايه الدقيقه حاجه و80 غالبا، لغايه ما جه اون جول وصعدوا بيهم للسيمي فاينل. ممكن نشوف نسخه او اداء اعلى من تشيلسي في السيمي فاينل، ده المتوقع. بس انا شايف ان الحظ خدم تشيلسي قوي ان هم يوصلوا للسيمي فاينل. ماتشات جات لهم في سيناريو ولا اروع ولا اسهل من كده، سهل الطريق ووصلوا للسيمي فاينل. فهنشوف ماتش كبير قوي بين فلومينينز البرازيلي وتشيلسي الانجليزي. انا اتوقع الحق والاقدر انه يوصل فاينل كاس عالم الانديه ويبقى الطرف الاول. انا شايف ان احق، اتوقع فلومينينز البرازيلي يوصل للنهائي لو استمر بنفس طريقه لعبه في الماتشين الاخرين في دور 16 ودور الثمانيه. غير لو الماتش فتح مع تشيلسي وقدر يسجل هدف من الثاني، ساعتها هنروح لسيناريو ثاني خالص. بس لو فلومينينز البدني اسعافهم، وخلينا قلنا البدني بتاعهم هينزل، لا احنا شفنا لغايه اخر دقيقه في ماتش الهلال واقفين على رجليهم بيلعبوا على المرتدات بنفس طريقه لعبهم، مفيش اي بدني واقع. هو ده المتوقع من الكره البرازيليه بصراحه. ونروح لثالث فريق معانا وهو بطل اوروبا باريس سان جيرمان، اللي عامل اداء ارهابي في كاس العالم للانديه. قدر يتفوق ويكمل تغلبه على الفرق الاوروبيه ويخسر البايرن بماتش ولا اروع. اظن ده كان احسن ماتش في كاس العالم للانديه لغايه دلوقتي. باريس سان جيرمان بتكمل موسمها الكروي الرائع مع لويس انريكي، واظن لو قدروا يحققوا كاس العالم للانديه، او اظن يعني من غير حتى ما يحققوا كاس العالم للانديه، ده احسن موسم لباريس سان جيرمان. لعيبه فرديه عاليه قوي، مدير فني عالي. باريس سان جيرمان شغال صح قوي. شفنا في التدريبات في محلل اداء بيبقى من فوق كده بيتابع كل حاجه بالتمرين، كل التفاصيل، اي حاجه بتخيش بيعيدوا عليها، كل تفصيله في باريس سان جيرمان مدروسه، كل كوره مدروسه مش صدفه. فريق باني صح قوي السنه دي مع كل النجوم اللي مشيت دي، فعلا مش الستارز هي اللي بتعمل الفريق، لا لعب فريق عايزه تلعب عايزه تأدي. فعلا باريس سان جيرمان يستحق انه يبقى في المربع الذهبي، يستحق يوصل فاينل كمان.
اشرف حكيمي عامل اداء ولا اروع. ديمبلي اللي كان عندنا في برشلونه، لا حول الله يا رب، انا مش مصدق ان ده ديمبلي. فعلا باريس تستحق انها توصل المربع الذهبي. بس خلال الماتش ده، خلال ماتش باريس وبايرن، كلنا شفنا اصابه جمال موسيالا، اصابه صعبه جدا. الف سلامه، من اللعيبه المفضله اللي لسه طالعه. الاصابات دي فعلا خطيره، ان شاء الله يتشافى ويرجع بسرعه، عشان دي فعلا، والكوره فعلا ملهاش لازمه يعني، كنت ممكن تسيبها، بس يلا دي ايه، رضا ربنا. ندخل على اخر فريق وبيكتمل المربع الذهبي لكاس العالم للانديه، وهو ريال مدريد. اقول لك ايه، ريال مدريد اي حاجه عالميه قاريه لازم ريال مدريد. اقول لك ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. نفسي اشوف لك طلعه. ان شاء الله هنرجع السنه الجايه مع الفريق العظيم برشلونه، ونحقق دوري الابطال ونوصل كاس العالم 2029 ان شاء الله يعني. المهم، ريال مدريد فعلا عودنا ان اي بطوله عالميه يبقى هو موجود. اداء كويس، اداء سيء، مدير فني جديد، مدير فني قديم، دايما فعلا ريال مدريد بيعرف يكسب الماتشات دي، بالذات لما نروح ماتشات النوك اوت بيعرف يتعدى ويوصل لابعد مدى فيها. ومع تشابي الونسو وطموح جديد، ريال مدريد اظن ان هو ماسك قوي في البطوله السنه دي، وبيسهل ان هو يفرط فيها. وانا شايف برضو ريال مدريد لغايه دلوقتي ما قابلش ولا ماتش صعب. يعني طبعا دور المجموعات بالنسبه لريال مدريد الماتشات كلها في الامكان قوي، تحت الايد، سهل قوي ان هو كان يكسبها ويصعد اول. دور 16 يوفنتوس، كلنا نتوقع طبعا ريال مدريد ما فيهاش اي مفاجاه. دور الثمانيه دورتموند نفس الكلام. كل دي ماتشات سهله قوي بالنسبه لريال مدريد. فانا اول اختبار حقيقي بالنسبه لتشافي الونسو بالنسبه لريال مدريد في كاس العالم للانديه هو ماتش السيمي فاينال قدام باريس سان جيرمان. هنشوف هيعمل ايه. توقع الماتش ده لباريس وريال مدريد، يعني ريال مدريد برضو عوده النجم الموسم بتاعهم مبابي. شفنا خد 20 دقيقه في ماتش يوفنتوس، 20 دقيقه كمان في ماتش دورتموند، وقدر انه يسجل هدف عالمي لمبابي بيعلن عودته. فده هيتقل قوي ريال مدريد في ماتش باريس سان جيرمان، وخلينا نشوف ماتش عالمي نهائي دوري ابطال اوروبا. ماتش فعلا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اظن هيبقى ماتش، هو ده الماتش بتاع كاس العالم للانديه، يبقى اقوى ماتش. وانا شايف يعني نسبه صعبه قوي التوقع في الماتش ده، يعني هي 50-50. بس يعني انا اتوقع بالنسبه للموسم والاداء اللي مكمل من باريس سان جيرمان ان هو ممكن يوصل النهائي على ريال مدريد. طب كده طرفي النهائي من وجهه نظري تشيلسي وفلومينينزي، يتاهل فلومينينزي للنهائي. باريس سان جيرمان ريال مدريد، باريس سان جيرمان للنهائي. بلوت تويست بقى، العالم يتشقلب، مدريد وتشيلسي في النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ومع نهايه كاس العالم للانديه يعتبر انتهاء الموسم الكروي 2025 زي ما قلنا. استنونا الموسم الجاي، استنوا الجديد هنا، خليكم معانا، تابعونا، شكرا.